يعني ايه عربية انتاج محلي؟ كلمة انتاج محلي يعني انا بجمع العربية في مصر، ونسبة الكومبوننت اللي بتبقى موجودة عندي دي الحمد لله بفضل الله ارتفعت من 40% ل 45% نسبة المنتج المحلي اللي موجودة عندي. وبالمناسبة المنتج المحلي اللي بيبقى موجود في العربية بتبقى الضفيرة والجلد والبلاستيك والإزاز. 50% من العربية بتيجي من بره وبتتجمع هنا في مصر، ولذلك بنقول على العربية دي تجميع محلي. طيب هل السؤال هنا بقى، هل الناس اللي واقفة على خطوط الانتاج سواء الفاينل كنترول او الكواليتي كنترول بيبقوا مصريين؟ بيبقوا الاثنين. هندي مثال زي بي ام دبليو تتجمع محليا. طب هل الكواليتي كنترول بيبقى مصري؟ يبقى في كواليتي كنترول مصري، يبقى في كواليتي كنترول الماني، يبقى في فاينل كنترول مصري، يبقى في فاينل كنترول الماني. واول ما العربيه بتخلص من على خطوط الانتاج بيتعمل تيست لكل حاجه موجوده في العربيه، من اول السسبنشن، تكييف، العزل، اداء العربيه جوه طبعا المصنع. وبعد ما بتخرج خالص بيتعمل لها حاجه اسمها BDI، وبعد كده رقم الشاسيه ده بيروح بره اونلاين يديله الاوكي البريف ان العربيه دي تمام، سلم العربيه. دي فكره التجميع المحلي اللي حضراتكم لازم تعرفوها. وفي حاجه مهمه جدا، انا واحد من الناس اتمنى ان نسبه المنتج المحلي تعدي 55%، واتمنى انها توصل ل 70 و75%. كل ما وصلنا في نسبه الانتاج المحلي انها تكون عاليه، كل ما ده هيكون صالح لبلدنا، ونقدر نصدر العربيات دي بره ونستفيد بموضوع دخول العمله البلد. ولو ده حصل هيقلل التكلفه بتاعه الدولار، فهيقلل من سعر العربيه. واللي جاي احلى مع محمد فاروق.